جولتنا النهارده بالاسعار، والنهارده انا واقفه بصور لكم الاستندات اللي على اول شارع الجلاء ده على نصية ومستشفى الجلاء التعليمي يا بنات. كان في حاجات كتيره جدا شكلها حلو، والشارع ده كان مليان حاجات كتيره جدا لقط. لقيت مايوهات للاطفالي ب10 جنيه القطعه، بجد كانت حاجات حلوه قوي قوي. وكمان لقيت مايوهات ب35 جنيه قطعه واحده من الحاجات اللي براندات. وكمان لقيت لكم تيشرتات رجالي تحفة، وكمان لبس اطفالي عسل حاجة كده، بجد قمر قمر قمر. كملوا معايا الفيديو للاخر، وتعالوا بقى نعمل الجولة كده مع بعض بالاسعار كأنكم انتوا اللي نزلتوا واتفرجتوا بنفسكم. بصوا يا بنات، الفستان الحلو ده ب35 جنيه، اي حاجة من هنا ب35 جنيه. تيشرتات قطن على فساتين سواريه كده، حاجة كده قمر. جميع الاعمار زي ما انتوا عارفين يا بنات، الستاند كله بيبقى من اول بيبيهات كده لغاية سن 11 12 سنة. بصوا كده القميص الجينز ده، يا سلام على الشياكة والأناقة ده، لو اتلبس بقى تحت تيشيرت كده، تحت شورتي بيج، يا سلام على القمر. بصوا كمان الدريسات دي موجودة عند أول شارع الجلاء، الحاجات دي ب35 جنيه، في منها طبعا الحلو في منها الوحش. طول ما انت بتدوري بتطلعي بحاجات فعلا جميلة. وفعلا زي ما قلت لكم قبل كده، الوكالة بتبقى عايزة عين وإيد، يعني بجد عينك كده تبقى تبصي على القطعة فيها عيب ولا لأ، وتقعدي كده تبصي وتركزي. وطبعا ايد عشان طبعا تدوري في الستاند ده، والحركة دي بتوجع الايد قوي. بس معلش دوري شوية واستني شوية و... وقلبي شوية واستني شوية وكده هترتاحي. بصوا بقى ده نزل في ايدي على طول، شكله حلو كده من باقي الحاجات اللي طالعة موضة، وده هنا ب35 جنيه. عايزه اقولك مكدسين حاجات كتيره جدا، شورتات جينز وحاجات كتيره جدا. كنتوا سأليني قبل كده على لبس الاطفال نجيبه منين، اهو عند مستشفى الجلاء التعليمي هتلاقوا استندات كتيره قوي لبس الاطفالي. دوروا يا بنات هتطلعوا بحاجات فعلا لقط وشكلها حلو جدا. بصوا بطلع لكم اهو من غير حتى ما اكون مرتبه حاجه يعني. هنا بقى كان حاجات بتاعت شي ان دي، بصوا حاجه زي كده كانت خطيره قوي ب65 جنيه. تخيلوا بليزر زي ده ب65 جنيه، يا سلام على الشياكه والاناقه. بصوا الشميزات دي كمان، الشميزات دي على فكره بتتباع بره، عدلت لكم اهو الشميز ب65 جنيه يا بنات. اي حاجه من هنا خطير، دلوقتي طالع موضه قوي الشميزات، وبتتفتح كده وتلبس تحتيها تيشرتات على جيبات بقى جينز او بناطيل جينز، هتبقى خطير. بصوا الحاجات كمان دي بلوزات كده حريمي حلوة قوي قوي. بصوا ده كمان، بصوا ده حاجات من اللي طالعه موضه، اللي هي بتاعت اتش اند ام وشي ان. بصوا ده كمان كان ماركة بريشكا. في ناس بتحب الستايلات دي، هتلاقوها بقى كتير في الوكالة، يعني هتلاقوه بقى كتير في الوكالة. هنا بقى ب65 جنيه برضو البلوزات هنا، وهنا كان ب65. النهاردة عاملة لكم جولة بالأسعار فعلا. بصوا يا بنات الفساتين اهي، هتلاقوا سن 7 سنين و8 سنين، هتلاقوا حاجات كمان اكبر من كده، في اشكال كتيرة شكلها حلو. لقيت كمان هنا براندات اتش اند ام وماكس، وهتلاقوا حاجات القطان على شوفونات، حاجات خروج وحاجات للبيت. في كمان لقيت كمان جلابيات صغيرة كده للولاد برضو كان شكلها حلو. بصوا هنا كمان، بصوا البيجامة دي برضو شكلها حلو ب65 جنيه. وهنا الباديوهات دي كمان والبليزر ده برضو، والحاجات القط دي طالعه موضه. بصوا التيشيرتات القطن دي من ماكس، بصوا ده كمان شكله حلو جدا. التيشيرتات القطن بصراحه بتبقى حلوه قوي في الوكاله، بس اهم حاجه بس تبصي، لاني ساعات بيبقى فيه نقر على الياقه، او في قطع تحت كده على حواف التيشيرت، فخلي بالكم من الحاجات دي. بصوا هنا كمان اللي هو القمصان الكراهات دي تحفه. هنا بقى كان في البناطيل الجينز دي ب65 ليجن كده، وهنا كانت في القمصان دي حلوه قوي قوي، شكلها حلو. انا بصور لكم اهو يا بنات دخلت الشارع عشان تبقوا عارفينه، هو على نص الشارع الجلاء، وانا دخلت اهو الشارع. لقيت بقى استندات كتير، هتلاقوا استندات على اليمين وعلى الشمال، هتلاقوا بناطيل وتيشيرتات وقطن وجميله. وهتلاقوا كمان بناطيل جينز، وهتلاقوا فساتين اطفالي، هتلاقوا كل حاجه، هتلاقوا عبايات، وهتلاقوا كل حاجه. وهوريكم دلوقتي المايوهات اللي بقول لكم عليها، وهوريكم حاره كمان فيها حاجات ب10 و15 جنيه.
بصراحة الشارع ده بيبقى فيه حاجات كتيرة بس بيبقى عايز تركيز منك. هنا البناطيل دي كانت ب65 برضو، ليجن على استرتشات على بناطيل اللي هي القماش اللي هي الحلوة الطرية دي اللي احنا اصلا بنحبها للصيف، وممكن تلبسي بقى عليها حاجات محايدة زي الشميز الاسود زي الشميز الابيض. يعني انا طول الوقت بحب الحاجات المحايدة دي، يعني الشميز اللي انا لابساه ده جايبه قدامه شميز ابيض كمان، بحب بقى ان انا انزل بيه البس عليه بقى اي كاردن كات كده، اي فيست كات جينز او اي حاجه حلوه واحلى وحلو واحلى كمان من الباديهات الكارينا، وبالذات دلوقتي الشميزات طالعه موضه. بصوا بقى اللبس ده حلو قوي بقى، اللبس اللي هو بتاع الاطفال ده هتلاقوا بحاجات كده متنوعه. كان في حد بيسألني هو الستاندات بتاعت الشورتات الولادي فين؟ هو مفيش ستاند للشورتات الولادي او تيشرتات لا، في كله على بعضه ستاند كده اطفالي، وانتي بقى بتدوري وبتطلعي الحاجه. ده كان ب35 جنيه او 25 جنيه مش باين. وهنا الجيبات دي كانت خطيره جدا، شكلها حلو قوي قوي. وبصوا البناطيل الباج دي برضو كانت حلوه، والبناطيل دي كمان الجينسي دي يعني. وشارع الجلاء زي ما انتم شايفين مليان لبس اطفال. لو عايزين تنزلوا انزلوا بدري، انزلوا على الساعة كده 10 بيكونوا فاتحين، وكمان المحلات كمان بتفتح الساعة 11. خدي لفتك وجولتك في الوكالة وبعدين روحي على المحلات، لو عايزة تبصي على المحلات على حاجة معينة هتلاقي فعلا حاجات برضو شكلها حلو قوي. بصوا كمان التيشيرتات دي خطيرة جدا واسعة وحلوة. وهنا كمان اللي هو الهاي كول اللي هو التايجر ده جميل جدا، لو خدتيه وشلتيه للشتا هيبقى حلو. بصوا التيشيرتات اللي انا وريتها لكم دي حلوة حلوة قوي، الحاجات الرياضية دي كمان. والتيشيرتات اللي بقطن اللي هي البياقة دي حلوة، ده من ماركة سبلاش. بصوا اللي هي القمصان دي حلوة قوي، بس برضو خلي بالكم من المقاسات، يعني يجيبوا مقاسات اكبر شوية من مقاس الولاد، لان الولاد في السن ده بيكبروا جدا، يعني بيكبروا ما شاء الله عليهم الله اكبر بسرعة. هتلاقي نفسك لو انتي جبتي حاجة وشلتيها ممكن في وقتها ما تيجي تلبسي تلاقيه صغر عليها، فجيبي حاجات اكبر وشيليها مش هتخسر. ولما تلاقي حاجات لقط كده في الوكالة اشتريها وخليها عندك، هتنفعك في وقت تكوني انتي محتاجة بنطلون جينز فيه تيشرتات حاجات، هتلاقي عندك الحاجة وانتي جايباها اصلا وبسعر كويس. لو نزلتي جبتيها بقى في وقتها وانتي محتاجاها ممكن تجيبها بسعر عالي، وممكن الحاجة اصلا ما تعجبكيش. انا لسه يا بنات مكمله جولتي في شارع الجلاء. الاول نصيته اللي هو مستشفى جلاء التعليمي، وهتلاقوا كده فرن اسمه 5 ستارز. فرن بيبيع فينو بقى وحاجات اللي هي المعجنات دي وكده. وهتلاقوا في الشارع ده لو بصيتوا كده اللي هو الكشك بتاع امان. اوكي، احنا دلوقتي اهو داخلين بقى الشارع اللي هو بتاع الجلاء ده. اوريتهولكم كده في اللقطه كده من اللقطات. هنا بقى ده حاره اسمها حاره الازهري، شايفين اهو يا بنات، انا بوريكم اهو انا واقفه فين عشان تبقوا شايفين. هنا بقى هتلاقوا تيشرتات حلوة قوي، وهتلاقوا بناطيل جينز ب120 جنيه. تعالوا كده نشوف الالوان الجديدة، وهتلاقوا كمان حاجات فيها وايد ليج وفيها ليجن، يعني ده موجود وده موجود. بصوا ده حاجات كده من اللي هي الوايد ليج اللي موجودة، يعني شكلها حلو. اللون ده كمان لون جديد، وفي كمان علامة اللي هي الكاتنج. هتلاقوا كمان بناطيل زي اللون اللي هو الزيتي ده ليجن كده شكله برضو حلو قوي. وهتلاقوا الوان بقى اللي هي الايس، هوريكم درجتين من الوان الايس، يعني حتى الدرجات موجودة عنده. والبناطيل دي 120 جنيه يا بنات. وانتوا عارفين طبعا لبس المحيرات ده بيبقى اللبس بتاعه عالي، والبناطيل دي جديدة مش مستعملة ولا اي حاجة، لا ده بالتيكت بتاعها يعني. بصوا كمان اللون ده كمان حلو قوي وطالع موضه. احسن واحد بصراحة بيبيع جنسيات في الوكالة الراجل ده. انا وريت لكم انا كده واقفة عند حارة الازهري، هتلاقوا على نصيته سنتر الاولياء. ادخلي الشارع اللي جنب سنتر الاولياء هتلاقوا حاجات كتيرة بقى. هتلاقوا البناطيل دي ب120 جديدة من المصنع، وهتلاقوا كمان تيشيرتات هوريها لكم دلوقتي. برضو ممكن تتلبس تحت الهدوم في الشتاء، وممكن تتلبس عادي في البيت ب5 وب15 وب10. وفي بناطيل كمان
جينسي كده ممكن برضو تتلبس كده في البيت بدل الاسترتشات اللي هما البنات المحيرات. بصوا حاجة زي كده، شورت زي كده برضو، اللبس المحيرات ده. هتلاقي تيشرتات كده ممكن تتلبس في البيت، ولبس ممكن تحت الهدوم في الشتاء، حاجات كتيرة. بصوا الستاندات دي ب10 جنيه. طبعا دوري بقى، يعني اكيد هيبقى فيها عيوب، انا ما بقولكيش ان هي زي الجديدة، عشان كده بقولك ممكن تتلبس تحت الهدوم يعني. هنا البناطيل الرجالي دي كانت ب20 جنيه، ومقاسات واسعة وكبيرة. بصوا هنا هتلاقوا حاجات كتيرة قوي، منبع الحاجات القديمة اللي ب10 وب15 وب5 جنيه. طبعا طول ما انتوا بتدوروا هتلاقوا حاجات لقط. ما بقولكيش تاني، هعيد لكم يا بنات، ما بقولكيش ان الحاجات دي زي الجديدة، لا، الحاجات دي تبقى مثلا فرز تالت، هيبقى فيها عيوب، بس عيوب ممكن تعرفي تداريها، مثلا نقرة تعرفي تخيطيها، زرار وقع انت تعرفي تعمليه، فعشان كده هو ب5 جنيه وب10 جنيه. هنا بقى كانت الحاجات دي الووتر بروف دي بصراحة بقى، كانت الحاجات دي اللي كانت فيها ماركات، فعلا ماركات والله. هو شكلها ما يديش، بس فعلا حاجات فعلا كانت جميلة. دي كانت ووتر بروف كده، كانت قطعة من قطع المايوهات، قطعة ب10 جنيه. لقيت لكم منها كمان من فوق، يلبس مثلا 5 سنين، يلبس 5 سنين 4 سنين كده. و... وحاجات فعلا يعني ماركات فعلا. وكمان لقيت هنا، كنت كل شويه بعمل كده عشان في كلب شرس شرس بيضايق الناس وهم بينقوا كده. بصوا ده هو ده اللي بقولكم عليه، كان ينفع بقى مع الشورت وكده. يبقى احنا كونا مايو ب20 جنيه بس يا بنات. وفعلا الحاجات كان في حد سألني على المايو القطعتين نلاقيها فين. هنا بقى، هنا لو دورتوا هتلاقوا فعلا في قطعتين ممكن تجيبوهم زي بعض وتكوني مايو ب20 جنيه بس. يا رب تكوني النهارده الجولة عجبتكم. ما تنسونيش في اللايك واشتراك في القناة وفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.